السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رجاله؟ ان شاء الله انا هتكلم النهارده عن الدايمنشنال فورمولا. بص يا سيدي، لو انت يعني في كليه من كليات الهندسه العلوم الكلام ده، ف يعني هتلاقيهم بياخدوا الجزء ده. انما انت لو هاوي يعني وكده، ففي مراجع مش بتحط الجزء ده في شابتر 1 عندها، وفي مراجع بتحطها ماشي. فالجزء ده يعني ايه، مش هتفهم منه فيزياء، يعني هو مش فيزياء، يعني هو الجزء ده هو تول بنستخدمها في الفيزياء. يعني هو كنفسه كده لوحده كده ما مش فيزياء، ما مش هتلاقي انت ماشي في الشارع كده هتلاقي حاجه اسمها دايمنشن فورمولا، مش هتلاقي. انما هي تول، اداه بنستخدمها في الفيزياء ماشي. طيب. فتعال نشوف ايه الموضوع الدايمنشن فورمولا. بص يا سيدي، dimensional formula it's a formula that expresses the derived physical quantities in terms of the fundamental physical quantities زي الماس واللينس والتايم. each has certain exponent. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا سيدي، dimensional formula باختصار كده خالص، هفهمها لك بالبلدي خالص كده. هي أداة من خلالها بنعرف نجيب أي derived physical quantities، أي كمية فيزيائية مشتقة زي السرعة، الطاقة، القوة، الحاجات دي. الترم يعني في ايه؟ في 3 حاجات اساسيين اللي هم مين؟ اللينس والتايم والماس ماشي. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي مثلا اي لون في الدنيا انت تقدر تجيبه من ال3 الوان الاساسيه، صح؟ اللي هم الازرق والاصفر والاحمر ماشي. فانا دلوقتي لو جبت لك اي لون مثلا اورنج مثلا، قلت لك حلله لي، هتحلله تقول لي ان هو بيتكون من ده هو اصلا جواه احمر واصفر. فاهم الفكره؟ بنفس المنطق زي كده. فانا اقدر اجيب اي فيزيكال كوانتيتي موجوده في الفيزيكس، في الميكانكس، يعني في الجزء ده. اقدر اجيبها ان ترم اوف ايه؟ ان ترم اوف ايه؟ الماس واللينس والتايم ماشي. انا اقدر هي بتتكون من مين في دول يعني ماشي. طيب، انا عندي اللينس مثلا انا رمز له برمز ال عشان اول حرف ال، والماس انا رمز له برمز ام عشان ماس اولها ام، والتايم اوله تي ماشي. طيب، بعد كده الادوات بتاعتنا هنستخدمها ازاي؟ انا مثلا بحط الفيزيكال كوانتيتي هنا في المربع المعكوف ده، تمام. بعد كده بتطلع الناحيه الثانيه هي موجود جواها الثلاثه دول موجودين فيها بشكل ازاي يعني، فاهم؟ يعني انا دلوقتي بدخل جواها هنا الفيزيكال كوانتيتي اللي انا عايز اعرفها، الناحيه الثانيه بتطلع لي ايه؟ بتطلع لي الثلاثه الاساسيين مين في دول داخل جوه الكميه الفيزيائيه بتاعتي ماشي. زي ما هنشوف من شويه دلوقتي ماشي. كل واحده ليها اكسبوننت بتاعتها، ممكن يبقى بوزيتيف ممكن يبقى نيجاتيف ماشي. فهي دي بتفهمني اي فيزيكال كوانتيتي في الميكانكس جواها مين في الثلاثه دول. خلاص. طيب تعالى بقى ايه، ناخد مثال. بيقول لي ايه؟ velocity is derived physical quantity where الفيلوسيتي هي ديسبيسمنت على التايم. طيب طلباتك عايزين نعرف الايه؟ الدايمنشن بتاعها. الدايمنشن فورمولا بيسموها بالعربي معادله الابعاد ماشي، عشان برضه لو ايه في كتاب عربي. velocity ديسبيسمنت على التايم، صح؟ طيب تعال نكتب كده. ادي الفيلوسيتي ندخلها جوه ايه؟ الفانكشن بتاعتي. فانا هعمل ايه بقى؟ الديسبيسمنت دي تعتبر ايه؟ لينس ولا ماس ولا تايم؟ ديستانس. يعني احنا ديستانس يعني بنقيس بالمتر وكده، صح؟ يبقى على طول دي ايه؟ لينس. طيب خلي بالك، يعني لو قال لي راديوس، لو قال لي دايمتر، لو قال لي هايت، لو قال لي ديبس، لو قال لي عرض، طول، اي حاجه في يعني وحدتها متر بنقيسها بالطول يعني، خلاص يبقى ال على طول ماشي. راديوس، دايمتر، اي حاجه من الحاجات دي. طيب فهنا هتبقى ايه؟ ديسبيسمنت تبقى ال ماشي، والتايم يبقى تي. تنزل تحت تطلع فوق تبقى ال تي بار نيجاتيف 1. بس خلاص كده انا جبت الايه؟ الدايمنشن بتاعتها. طب لو عايز اعرف اليونت بتاعتها، خلاص يبقى اليونت بتاعت اللينس متر، واليونت بتاعت التايم سكند، يبقى متر بير سكند ماشي. طب ليه انت خليت الاس تحت؟ عشان هي 10 تي باور نيجاتيف 1 ماشي، فتنزلها تحت. طيب بعد كده ناخد مثال تاني. الاكسلريشن عباره عن ايه؟ فيلوسيتي على التايم. طيب الفيلوسيتي لسه جايبينها، يبقى انا هحط الاكسلريشن يبقى رمزها ايه؟ يبقى ايكوال الفيلوسيتي لسه جايبينها دلوقتي ال تي باور نيجاتيف 1، وتحت التي اهي تحت. طيب دلوقتي انا عندي ال مره واحده بس، فتكتب زي ما هي. انا عندي ال واحده بيساوي ال هنا عندي 2 تي، صح؟ ودول مقسومين، يبقى بتعمل ايه؟ بتعمل ماينس الباور، بتطرح الاسس يعني. سالب 1 ناقص 1 يبقى سالب 2. في يعني الناس بايه؟ بتغلط في الحسابات دي، فانت تعملها بالحاسب. يقول لك سالب 1 ناقص 1 فيروح بصفر، ازاي ما اعرفش، بس ايه
في ناس بتعملها يعني وردت يعني عن طلبه يعني. السؤال اللي بعده يقول لي find dimension and unit of measuring force. ماشي، نوجد ان الفورس بيساوي ماس في الاكسلريشن. طيب يلا ندخل الفورس جوه الايه؟ المربع بتاعنا. الام عباره عن ايه؟ الام دي ماس، يبقى ام كابيتال. طيب الاكسلريشن لسه جايبينها دلوقتي، ال تي باور نيجاتيف 2. يلا نحط اليونت. الماس عباره عن كيلو جرام، والال عباره عن متر، والتي سكند باور نيجاتيف 2. ماشي، يلا نخش على السؤال اللي بعده. وممكن نكتبها تحت، يعني ممكن نكتبها كده كيلو جرام دوت متر على الثانيه تربيع. الاثنين صح. خلي بالك بقى، خد معلومه ملاحظه، اليونت دي كلها احنا ما بنكتبهاش في الفيزيكس طبعا، احنا مش فاضيين نكتب الحاجات دي كلها. فاللي عمل القانون ده هو عملنا نيوتن، فعشان كده بنكتبها اليونت نيوتن. اليونت اللي هي بتاعت الفورس، يعني الفورس بنشتغلها بنكتب نيوتن، الوحده بتاعتها نيوتن، مش بنكتب القصه دي كلها. طيب نخش بعد كده find dimension and unit measuring work knowing that ان الورك عباره عن force في displacement. طيب الورك اهو W هو عباره عن اف. الاف لسه جايبينها عباره عن ايه؟ ام ال تي باور نيجاتيف 2. displacement يبقى ال. طيب يلا في ام تانية غير دي؟ لا، يبقى حطها زي ما هي. في ال تانية في 2، يبقى ثبت واحده واجمع الاسس، يبقى ال بس 2. في تي تانية لا، يبقى حطها زي ما هي. ماشي. طيب دي بس 2 مفيش سالب هنا. هنا كانت ال، هنا كانت ال، هنا كانت ال. ماشي. طيب لو عايزين اليونت يلا نعوض. الماس كيلو جرام، اللينس متر سكوير اوفر سكند سكوير. بس كده. طيب هل احنا بنكتب الدنيا دي كلها؟ طبعا انت ما تعودش عندنا ان احنا نكتب الكلام ده كله. الكلام ده كله احنا هنكتبه ايه؟ هنكتبه جول بس. خلصنا الموضوع. طيب حاول وقف الفيديو، حاول تحل الحاجات دي، وبعد كده شوف حلك صح ولا لا معايا. افترض ان انت وقفت الفيديو، فالحل بسرعه. ال في ال باور 2 يبقى ده متر باور 2. هنا اللينس فيرست يبقى ده ال باور 3. بعد كده هنا ايه؟ كيلو جرام على متر باور 3. بعد كده هنا ال تي باور نيجاتيف 1، وهنا متر سكند سكوير. هنا ام ال، بعد كده تي باور نيجاتيف 2. بعد كده هنا ام ال باور 2، بعد كده تي باور نيجاتيف 2. انا هنا ايه؟ برجع، يعني هنا كيلو جرام فبحط ام، متر لينس اس نيجاتيف 2 يبقى تي باور نيجاتيف 2. نفس الكلام الباسكال كيلو جرام يبقى احط ايه؟ ماس. دول موجودين تحت يبقى احطهم بالنيجاتيف، يبقى ال باور نيجاتيف 1، بعد كده اس يبقى اللي هي تي باور نيجاتيف 2. تمام. يلا نكمل. يعني الواحد لما يكون مزاجه مش رايق يعني ما بيجيبش احسن ما عنده. بس يلا، اهم حاجه تبقى keep going. يعني احيانا مشكله التدريس عموما وكده ان انت احيانا بيجيلك فترات انت مخنوق ومتضايق، بس لازم تكمل، ما ينفعش تقف. يلا. To add or subtract two physical quantities, they must be the same kind, which means they have the same dimensional formula and have the same units. يعني ايه الكلام ده؟ ما ينفعش انا اعمل add او subtraction، ما اعرفش اعمل بلس يعني زائد، اجمع حاجتين، او ان انا اطرح حاجتين ما لهمش نفس الدايمنشن او ما لهمش نفس اليونت. ماشي. يعني ايه الكلام ده؟ ينفع اقول لك انت عندك كام سنه؟ تقول لي انا عندي مثلا 15 سنه و2 كيلو. ايه علاقه ده بده؟ ينفع تروح لبتاع الطماطم بتقول له انا عايز 2 كيلو طماطم وساعتين. ايه علاقه ده بده؟ ينفع تروح للسايبر تقول له انا عايز احجز ساعه و2 متر. ايه علاقه ده بده؟ مفيش علاقه. فما ينفعش انا اجمع حاجتين او كميتين فيزيائيتين ما لهمش نفس الايه؟ دايمنشن فورمولا. تمام. ما ينفعش اجمع
كميتين فيزيائيتين، او اطرح كميتين فيزيائيتين ما لهمش نفس الدايمنشن او ما لهمش نفس اليونت. تمام. طيب تاني ملاحظه بيقول لك ايه، if two quantities have the different units, one unit should be converted into the other unit. يعني ايه؟ لو انا مثلا خلاص انا دلوقتي لينس، خلاص ينفع اجمع لينس على لينس؟ ينفع تجمع لينس على لينس، بس لازم يكونوا نفس البرفكس. يعني ايه؟ ما ينفعش اقول 5 متر بلس 150 سنتيمتر، ما ينفعش اجمع كده، لازم اخلي الاثنين ليهم نفس اليونت عشان اعرف اجمع. يا اما تحول ده لمتر يا اما تحول لده سنتيمتر عشان تعرف تجمع في الوقت ده او تطرح. ماشي. ثالث ملاحظه، dimensional formula cannot be added or subtract but it can be multiplied or divided. يعني ما ينفعش، يعني انا دلوقتي مثلا ال تي باور نيجاتيف 1 بلس ال تي باور نيجاتيف 1، هل ده معناه ايكوال تو ال تي باور نيجاتيف 1؟ لا، احنا ما بنجمعش. يعني dimensional formula اصلا ما بتشوفش ارقام، فانت لو دخلت اي مساله في الموضوع ده اول حاجه تعملها تشيل الارقام، تشيل الباي، تشيل الساين، تشيل الحاجات دي. اول حاجه تعملها مبدئيا كده. مهما تخلص ده تبدا تحل، لانها ما بتشوفش الحاجات دي. ماشي. طيب numerical constant and ratio زي ما لسه بقول لك اهو have no dimensions، فبالتالي ما بتشوفهاش. فانت لو لقيت حاجه جوه الساين يبقى اكيد اللي جوه الساين اليونت بتاعتهم عكس بعض. يعني ايه الكلام ده؟ هتلاقي مثلا في الويفز هتلاقي مثلا حاجه اسمها ساين اوميجا تي. ماشي. فانت مثلا لو عايز تعرف الاوميجا دي يعني الدايمنشن بتاعها او اليونت بتاعتها اجيبها ازاي؟ اكيد هي عكس ده. ليه؟ لان الساين كلها ملهاش دي ساين اللي كاتبه ده دي كلها ملهاش يونت، صح؟ فبالتالي المفروض الاوميجا دي يبقى اليونت بتاعتها عكس التايم اليونت بتاعته سكند، صح؟ فيبقى الاوميجا سكند باور نيجاتيف 1. ماشي. بس هي يعني بتبقى حرفيا هي راد بير سكند، والراد يعني مش دايمنشن يعني. طيب نخش بقى على على السؤال اللي بعده عشان نفهم. في ملاحظه هنا لو هنا اف اكس ايكوال واي ده معناه ان دايمنشن اكس ايكوال دايمنشن واي. خدها قاعده كده. وبرده مش بس كده، يعني لو قلت لك مثلا a بلس b ايكوال c، فده معناه ايه؟ ده معناه ان الدايمنشن بتاع A هو نفس الدايمنشن بتاع B هو نفس الدايمنشن بتاع C. ده لازم، لو ما حصلش يبقى كده المعادله دي مش صحيحه. يبقى تاني عشان اقول ان المعادله دي صحيحه لازم وحتما لابد ان الدايمنشن بتاع الاول بيساوي الدايمنشن بتاع الثاني بيساوي الدايمنشن بتاع الثالث. لو ده ما حصلش يبقى المعادله دي مش صحيحه. طيب تعال ناخد امثله. اول حاجه، اول استخدام ليها ان انا اقدر اجيب الدايمنشن. يعني فايده الدايمنشن فورمولا؟ اول استخدام ليها ان احنا نجيب الدايمنشن بتاع كونستنت انا مش عارف ده اليونت بتاعته فبالتالي اقدر اجيب من خلال الدايمنشن فورمولا اعرف اليونت بتاعت الكونستنت ده. طيب فمثال زي ده، نيوتن لو اوف يونيفرسال جرافيتيشن از ريبريزنتد باي اف كذا كذا كذا. الجي هو اللي عايز يعرفها، الام هي الماس ام 1 وام 2 اوفر ار سكوير. ده هتاخده بعد كده شويه قدام كده قانون الجذب العام بتاع نيوتن بتاع التفاح. ماشي. where F is a magnitude of gravitational force exerted by one small object on other m and m are masses of the object and r radius. وعايز يعرف الساي يونت اوف ذا كونستانت جي. طيب بص يا سيدي بالراحه خالص. اول حاجه في المثال اللي من النوع ده، اول حاجه تعملها تجيب لي الجي وحدها في طرف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي القانون بتاعي هو اف ايكوال جي ام كابيتال ام سمول اوفر ار سكوير. ده اول حاجه. بعد كده تجيب لي الجي لوحدها في طرف. طيب يبقى الجي بتساوي ايه؟ اللي معمول ديفايدد بيروح تايمز واللي معمولين تايمز بيروحوا ديفايدد. خلي بالك يعني دي ملاحظه كده. دي حته رياضيه. لو انت عايز اي حاجه لوحدها في طرف ماشي بتعمل ايه؟ بتتخلص من اللي جنبها. طب ازاي اتخلص من اللي جنبها؟ بص يا سيدي، اول حاجه اللي معمول يعني هي مثلا اهي، فلو في حاجه معموله معاها بلس زائد تروح توديها الناحيه الثانيه ناقص، ولو معموله ناقص توديها الناحيه الثانيه زائد. ماشي. لو معموله ضرب بتروح الناحيه الثانيه قسمه، ولو معموله قسمه بتروح الناحيه الثانيه ضرب. ماشي. فانت بتعكس دايما. طب لو معموله جذر بتروح الناحيه الثانيه سكوير، طب لو معموله سكوير بتروح الناحيه الثانيه جذر. فاهم الفكره؟ طيب والساين والكوزين والحاجات دي بتبقى الانفرس بتاعها يعني اللي هو مثلا لو قلت تان سيتا يبقى المعكوس بتاعها تان انفرس اللي هي شيفت تان، بتعملها على حسب شيفت تان الحاجه اللي انت عايزها، وهكذا.
ماشي. الاكسبوننشال مثلا عكسه اللين، الحاجات دي. فالحاجات دي ايه؟ شويه رياضه يعني ايه بنستخدمها في الفيزيكس. فانا هنا دلوقتي عايز الجي، عشان اجيب الجي الام والام دول معمولين تايمز، فهيروح هناك ديفايدد، والار سكوير معموله ديفايدد بتروح هناك تايمز، فيبقى القانون بتاعي على طول كده عباره عن ايه؟ ادي الاف تبقى فوق اهي، والار سكوير تبقى تايمز، والام كابيتال والام سمول يتحطوا كده. ماشي. طيب بعد كده ابدا اعوض بقى. ابدا اعوض ازاي بقى؟ الاف دي الدايمنشن بتاعها عباره عن ايه؟ زي ما قلنا ام ال تي باور نيجاتيف 2. طيب والار الار دي راديوس يبقى لينس باور 2. بعد كده الام يبقى ام وام، طير الام دي مع الام دي. ماشي. وابدا اختصر لي. هنختصر ازاي؟ انا عندي كام ام هنا؟ ام واحده بس تحت، يبقى تطلع فوق تبقى اس سالب 1. طيب وبعدين ال فيه تاني زيها؟ في 2 عندي ال. طيب يبقى ايه؟ نجمع الاسس، يبقى ال باور 3 2 زائد 1. التي مفيش غيرها يبقى نحطها اس سالب 2. طيب بعد كده اروح اكتب الوحده بتاعت الكلام ده. وحده الكيلو الماس كيلو جرام، يبقى اكتب كيلو جرام اس سالب 1 في ال يبقى متر اس 3. بعد كده التي اس سالب 2 يعني ثانيه اس سالب 2. بس يا سيدي يبقى دي كده ايه الوحده بتاعت الجي. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ the relation x equal at square plus bt describe the motion of body where the quantity x has dimension length. يعني الاكس دي عباره عن ايه؟ عباره عن لينس. طلباتك والكوانتيتي هي ايه؟ dimension time. ماشي. عايز find the dimension of A و B. بالراحه خالص، انا قلت لك دايما طالما في معايا معادله فيها بلس او ماينس، فالدايمنشن بتاع ده هو نفس الدايمنشن بتاع ده هو نفس الدايمنشن بتاع ده، فانت تقسم المساله نصين، مره هساوي الدايمنشن ده بده، ومره هساوي ده بده. فبالتالي اكس الدايمنشن بتاع اكس المفروض بيساوي الدايمنشن بتاع ايه؟ اي تي سكوير، صح؟ طيب الدايمنشن بتاع اكس هو ال، الدايمنشن بتاع ايه هو اللي انا عايز اعرفه، التي هي تي باور 2. انا عايز الايه، يبقى دي تروح بالايه؟ بالديفايد. يبقى الايه الدايمنشن بتاعها عباره عن ال اوفر تي سكوير تطلع فوق تبقى تي اس سالب 2. طيب الناحيه الثانيه نفس الكلام، هقول ان الدايمنشن بتاع اكس بيساوي الدايمنشن بتاع بي تي، صح كده؟ طيب يلا الاكس هو لينس، طيب والبي الدايمنشن بتاع ال يروح هناك تي اصل تي كابيتال. ماشي. يبقى ال على تي تطلع فوق تبقى ال تي باور نيجاتيف 1. ماشي. لو عايز الوحده ممكن نجيبها عادي مفيش مشكله. يبقى ده متر على الثانيه تربيع، وده متر على الثانيه. دي وحده عجله ودي وحده سرعه. هل القانون ده صحيح؟ لا مش صحيح. ليه؟ لان في ارقام مش موجوده هنا. يعني انت بعد ما شويه تخش قدام في الميكانكس هتلاقي في قانون شبه ده، بس في نص هنا مكتوبه قدام الايه. فالدايمنشن فورمولا ما تشوفش النص، فبالتالي ما تقدرش تقول لك ان الكلام ده ايه كان هي ده كدايمنشن، تجيب لك الدايمنشن بتاعها. طيب نيجي بعد كده لايه؟ the position of a particle at time t is given by the equation كذا. ماشي. طلباتك قال لي ان الفي والالفا دول كونستنت، find the dimension of الفا النيو والفا. طيب الفا نيو دول كونستنت هو ما يعرفهمش. المعادله المفروض تبقى بشكلها كده عشان هي بس الباوربوينت. المعادله المفروض تبقى اكس تساوي نيو الفا 1 ماينس ايه اس الفا تي. ماشي. طيب مبدئيا كده انا مش هعرف اجيب النيو غير لما يبقى معايا الالفا، فلازم ابدا بالالفا. طب الالفا فين تاني؟ موجوده هنا. انا عارف طبعا ان الاكسبوننشال او اي فانكشن المفروض ما دايمنشن ليس ما فيهاش دايمنشن، وبالتالي المفروض اللي هنا لازم يبقى معكوس بعض، يعني اللي موجود هنا عكس اللي موجود هنا عشان يلغوا بعض. طيب يعني المفروض ان الالفا تي بيساوي ايه 1، ما لهمش دايمنشن مع بعض. طيب يبقى الالفا لوحدها بتساوي ايه 1 اوفر تي، صح؟ طيب التي الدايمنشن بتاعها تي يبقى تي اس سالب 1. ماشي كده احنا خلصنا الجزء ده. تعالى الجزء ده، المفروض الدايمنشن الاثنين دول بيساوي دايمنشن ده. طيب الدايمنشن ده هو قال لي ان هو ايه بوزيشن يبقى ده ايه ال. ماشي بيساوي نيو اللي انا عايز اعرفها، والالف ال تي باور نيجاتيف 1. ماشي. تروح هناك يبقى النيو هتساوي ال
في تي. ماشي، دي كانت نيجاتيف تروح هناك هتبقى ايه تي، هي هتنزل بالديفايدد تبقى تي، باور نيجاتيف 1 تطلع فوق تبقى باور تي، تي باور 1 اقصد يعني. خش على السؤال اللي بعده. طيب ايه الاستخدام الثاني بتاع الدايمنشن فورمولا؟ انها بتعمل تشيك للايكويشن فيزيكال، يعني معايا معادله كده عايز اعرف المعادله دي صحيحه ولا لا، تعرف تقول لي اذا كانت هي غلط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي تقدر، انا جبت لك معادله وطلعت دايمنشن دي مش كوريكت، خلاص يبقى هي فعلا دي مش كوريكت. طيب لو افرض طلعت دايمنشن كوريكت، هل ده معناه المعادله صحيحه؟ لا. يبقى تاني، هي لو انا عملت معادله الابعاد بتاعتي، طبقت الاداه بتاعتي دي على الجزء ده وطلعت غلط، اللي هنا مش بيساوي اللي هنا، يبقى خلاص يبقى القانون ده غلط، واحنا ايه بسونا بالعشره القانون ده غلط، ما تتعبش نفسك. طب افرض طلعت صح، هل ده معناه ان المعادله صحيحه؟ لا. طب ازاي نثبت انها صحيحه؟ اروح اعمل معادله، اروح اعمل تجربه، لو التجربه ادت الكلام يبقى ساعتها صح، ما ادتش يبقى الكلام ده غلط. فاهم الفكره؟ فهي تقدر تقول لك لو هي غلط، لكن ما تقدرش تقول لك اذا كانت هي صح او لا، لان هي ما بتشوفش الارقام، ممكن يكون في رقم موجود هنا هي ما تعرفوش. ماشي. طيب تعالى بقى ايه، نشوف مثال على الموضوع ده. بيقول لي ايه، if cylinder volume given by القانون ده، والار ده اللي هو ايه الراديوس اوف بيز، والاتش ده از ايه الهايت. use the dimension formula to prove in this relation correct or not. عايز يعرف المعادله دي صح ولا غلط. هو بيقول لي ان الفوليوم بيساوي الناس دي، هل المعادله دي صح ولا غلط؟ طيب بالراحه خالص، في الحته دي انت ايه بتقسم المساله نصين. تقسم المساله نصين، بتقول هنا الرايت هاند سايد اللي هو بالنسبه لي، الليفت هاند سايد اللي هو بالنسبه لي الفوليوم. الليفت هاند سايد دي بيستخدموها في الماس، الليفت هاند سايد اللي هو على ايدك الشمال، يعني السايد اللي على الشمال هو عباره عن في، فالدايمنشن بتاع الفي ده عباره عن ايه الفوليوم. لو بصيت في الجدول اللي فوق لسه حالينه كان طلع بايه ال باور 3. طيب فالمفروض الطبيعي لو المعادله صحيحه المفروض الرايت يطلع نفس الكلام. فتعال نشوف الرايت هاند سايد. الرايت هاند سايد بيساوي ايه بقى؟ نفس الكلام. الباي طبعا ما بشوفهاش، يتبقى لي الار والاتش صح؟ دايمنشن الار عباره عن ايه؟ دايمنشن الار عباره عن ال، ودايمنشن الاتش برضه ال، يبقى عباره عن كام؟ ال باور 2. طيب يبقى بالتالي لما انت شايف ده ال باور 3 وده ال باور 2، يبقى على طول وانت مغمض الليفت هاند سايد نوت ايكوال الرايت هاند سايد، ما بيساويش الرايت هاند سايد. فده معناه ايه؟ ان المعادله دي ايه؟ incorrect. خلاص، المعادله دي مش صحيحه. طيب prove the ايه following relation dimensionally correct giving energy kinetic energy half mv square given the dimension of energy is ml باور 2 تي باور نيجاتيف 2. طيب تعال نمسكها واحده واحده. هو بيقول لي ان الكينيتيك انرجي، احنا في الفيزيكس بنرمز للكينيتيك انرجي كي اي، اختصار كينيتيك انرجي. ماشي. الهاف طبعا انا ما بشوفهاش. ماشي. يبقى اتبقى لي ايه ام وسكوير اوف فيلوسيتي يعني في سكوير. طيب يلا بينا. كينيتيك انرجي قال لي ايه؟ نمسك كده، نمسك المسافه نصين. عندي الليفت هاند سايد بيساوي مين بقى؟ بيساوي ام ال باور 2 تي باور نيجاتيف 2. طيب بعد كده الرايت هاند سايد هيساوي ايه بقى؟ تعال نمسك واحده واحده. الام يبقى ام، الفي احنا عارفين ال تي باور نيجاتيف 1 كل باور 2، ننزل ال 2 على ده وعلى ده يبقى معايا ام ال باور 2 تي باور نيجاتيف 2. طيب هل ده بيساوي ده؟ بيساوي بعض، يبقى المعادله دي صحيحه. الليفت هاند سايد بيساوي الرايت هاند سايد، يبقى بالتالي ايه الايكويشن دي ميبي كوريكت، وهي فعلا كوريكت، يعني المعادله دي فعلا هتلاقيها ايه صحيحه. طيب هتقول لي طيب هديك انت يعني بص كده عشان عايز اوريك حاجه برضه. انت هنا في هاف صح؟ تخيل انا في المساله اصلا ما كتبتلكش هاف، هتطلع كوريكت برضه صح؟ هتطلع كوريكت ليه؟ ان هما المعادله الابعاد ما تشوفش الهاف، فسواء الهاف موجوده مش موجوده هتطلع لك صح. افرض واحد كان كاتب 5 مثلا، كانت 5 ام في سكوير، هتطلع المعادله صح.
فنقول له بقى قانون صح؟ لا. طب مين اللي يعرفنا لما نعمل تجربه؟ نروح نعمل تجربه نلاقي ان الهاف هي اللي بتظبط المعادله. ماشي. فالتمشي فورمولا تقدر تنفي انما ما تقدرش تثبت. طيب يقول لي هنا ايه؟ اف نيو ايكوال روت تي اوفر نيو. ها do you think the relation is true؟ تعال نشوف. قال لي بس ان التي دي عباره عن the tension force، يعني التي دي فورس، والميو دي ماس بير يونت لينث. طيب بالراحه خالص. والفي دي فيلوسيتي، دي في مش نيو فيلوسيتي. طيب نمسك واحده واحده. ادي الليفت هاند سايد ونشوف واحده فيلوسيتي، يعني المفروض ال تي باور نيجاتيف 1. طيب نمسك بعد كده ايه؟ الرايت هاند سايد. نمسك واحده واحده. الروت ده عباره عن يا شباب بتوع المساله قلنا اي جذر في الدنيا هو ايه؟ اس ونص يعني. ماشي. التي فوق دي فورس صح؟ التي فورس يبقى وحدتها وحده فورس. ماشي. الوحده فورس الدايمنشن بتاع الفورس ايه؟ ام ال تي باور نيجاتيف 2. طيب ودايمنشن الميو هو قال لي ايه؟ الميو دي عباره عن ماس بير يونت لينس، يعني ماس على لينس. الماس ام على لينس يطلع فوق يبقى ال فوق هنا. ماشي. ما هو المقام بسط، يعني المفروض اعمل على ال فال تطلع فوق المقام بسط. طيب بعد كده نقدر نطير الام دي مع الام دي، وانا عندي هنا 2 ال صح؟ يبقى معايا ال باور 2 وكل نص ايه؟ نص. طيب النص ده هيبدا يتضرب في الناس دي صح؟ 2 في نص بواحد وسالب 2 في نص بسالب 1. هل ده بيساوي ده؟ بيساوي بعض، يبقى العلاقه دي ايه؟ كوريكت. ثالث حاجه بنستخدمها dimension formula to derive relation among various physical quantities. انت ممكن ايه وانت شغال كده في المعمل فتلاقي ان ايه في علاقات كده بتيجي، العلاقات دي من خلالها ممكن تعمل قانون باستخدام الدايمنشن فورمولا. زي احنا نشوف. بيقول لي find expression for the time period t of simple pendulum. the time period t depend open. هو اكتشف انها بيعتمد التايم البرودكت تايم بتاعه بيعتمد على الماس اوف ذا ايه بوب اوف ذا بندلم، اللي هي الكره بتاعت البندلم اللي انا بتلف معايا، واللينس هي طول الخيط اللي هو مشدود فيه البندول. عارفين البندول البسيط بتاع تاني اعدادي ده؟ هو دي الفكره بتاعته. هو بيقول لك ان البرودكت تايم التايم اللي بياخده عشان يخلص الدوره بتاعته بيعتمد على الماس اللي انت حاططها تحت هنا، الكره اللي انت حاططها تقيله ولا خفيفه، وطول اللينس اللي هو طول الخيط اللي فوق، وبيقول لي ايه؟ والاكسيشن جرافيتي اللي هي الجي، عهد الجاذبيه. طيب واحده واحده بالراحه خالص. دلوقتي انا عندي ايه؟ المفروض الليفت هاند سايد بالنسبه لي مين؟ الليفت هاند سايد هو عباره عن برودكت تايم، يعني المفروض الدايمنشن بتاعه ايه؟ تي. طيب الرايت هاند سايد المفروض الدايمنشن بتاعه مين؟ عندي مين في جواه عندك تعال نشوف كده جواه مين؟ ماس، ومين تاني؟ ماس باور هنقول اكسبوننشال ايه مثلا، ما اعرفش الايه دي مين، انا ما اعرفش. ماشي. يعني هي اس حاجه. بعد كده لينس اهو ال اس حاجه برضو انا ما اعرفهاش، خليها بي بقى مش نفس الرمز، هنرمز لها بي. بعد كده الجي اس سي مثلا، ما اعرفش السي دي مين. ماشي. تعال نمسكها واحده واحده. يبقى التي بتساوي الام يبقى تتحول لماس بقى، ال تبقى ال اس بي. بعد كده الجي تتفك ال تي. الجي دي عجله، طالما عجله اكسلريشن يبقى ال تي سالب كام؟ سالب 2. ماشي. الكل اس سي. ماشي. طيب دلوقتي واحده واحده. هننزل بقى ايه؟ السي ده على هنا وهنا، يبقى تي بتساوي ام اس ايه ال اس بي. بعد كده اللي تنزل هنا تبقى ال اس سي. بعد كده تي اس سالب 2 سي. ماشي.
طيب نمسك واحده واحده. لازم انا عشان المعادله دي تبقى صحيحه لازم الطرف اللي هنا بيساوي الطرف اللي هنا. طيب هل هنا في الطرف ده موجود ام؟ لا، يبقى ال A دي بزيرو، دي اول حاجه. طب ليه بزيرو؟ عشان مفيش هنا ام، صح؟ طيب هل هنا في ال؟ لا. طب بس هنا عندي كام ال؟ عندي 2، المفروض يبقى ده ال بي زائد سي، صح؟ لان بضربهم، يبقى اكيد البي زائد سي دي برضو بتساوي 0. يبقى تعالى كده البي زائد سي بيساوي 0. طيب هل في تي؟ التي هنا اس 1 والتي هنا اس سالب 2 سي، يعني سالب 2 سي. تعالى هنا على جنب هنا اهو، سالب 2 سي على هنا، سالب 2 سي. سالب 2 سي ده بيساوي ايه؟ سالب 2 سي ده بيساوي 1، يبقى السي بتساوي ايه؟ سالب نص. ماشي، يبقى السي بيساوي ايه؟ سالب نص. سالب 2 راحت هناك يبقى سالب نص. طيب لو حطيت هنا سالب نص يبقى البي بكام؟ يبقى بنص على طول. يبقى البي بتساوي النص. ليه؟ لان ده سالب نص، صح؟ لما يروح هناك يبقى موجب نص. بس كده، يبقى انا كده جبت السي بسالب نص والبي بنص. طيب كلام جامد جدا. والايه بصفر والايه بصفر. ماشي، فاللي عوض هنا بقى بالقصه دي هنا، فهتلاقي ايه بقى؟ هتلاقي ان هنا الام اس صفر، خلاص مفيش ام، يبقى القانون بتاعك مفيهوش ام. يبقى لك مين؟ البي بتاعت بنص، يبقى ال اس نص والجي اس سالب نص. طيب ممكن ناخد ده، الناس دي دول كده فوق كومن فاكتور، نحطهم روت بقى. روت ليه؟ لان جذر، لان النص ده جذر، صح؟ خلي ال اللي كانت موجب تحطها فوق، ودي كانت سالب تحطها تحت. يبقى على طول ان التي بتساوي جذر ال على جي. تي بتساوي جذر ال على جي. هل المعادله دي كده صحيحه؟ لا، هو دايركتلي بروبوشنال، نقدر نكتبها دايركتلي بروبوشنال مع كده، لكن ما نقدرش نقول بيساوي. يعني معادله الابعاد تقدر تقول لك ان ايه؟ ان التي بتتناسب مع الناس دي، لكن ما تقدرش تقول لك انها بتساوي الناس دي. ليه؟ يعني ممكن يكون في ثابت، الثابت ده انا ما اعرفوش، فلو عايز اكتب يساوي هقول له كده، يقول له يساوي في كونستانت اسمه كي مثلا، انا ما اعرفش الكي ده مين. ده انت بشوفه في التجربه بقى في المعمل، روح اشتغل في المعمل كده وشوف الكي ده يطلع برقم، يطلع بباه، يطلع مش عارف ايه، روح شوفه انت ايه في التجربه. انما انا كبتاع دايمنشن فورمولا ما اقدرش اعرف لك الثابت ده بايه، لان انا ما بشوفش ده ايه الثوابت. طيب بيقول لي ايه؟ using dimension analysis derive formula for the ايه drag force F on a solid sphere moving through liquid given the F is proportional to the power of the liquid's viscosity. يبقى هو عايز ايه؟ الايتا. ماشي، وبعد كده السفير راديوس، وبعد كده السفير سبيد. طيب نفس اللي عملناه فوق هنعمله هنا، ومديني الليد دايمنشن بتاع الايه؟ الافشنسي. طيب نمسك واحده واحده. الاف الدايمنشن بتاعها ايه؟ الليفت هاند سايد، يعني هو المفروض اف بيساوي دايركتلي بروبوشنال مع الناس دي. الاف الليفت هاند سايد بيساوي ام ال تي نيجاتيف 2. طيب الناحيه الثانيه مين؟ الناحيه الثانيه المفروض عندي بيقول لي ده وده وده، يبقى ار في ار. ماشي. طيب في حاجه ثاني؟ مفيش. يلا نعوض. نيجي للراجل ده. الراجل ده قال لي ان هو بالكلام ده ام ال اس سالب 1 وتي اس سالب 1. طب والفي ال تي اس سالب 1. طب والار بال. جمع لي بقى، جمع لي عشان اعرف اشتغل. الام دي فيها حاجه زيها ثاني؟ لا، يبقى حطها زي ما هي. ماشي. احنا نسينا نحط اي وبي سي. ادي اي وبي وسي. ماشي. طيب يبقى الناس دي دول عليهم A ودول عليهم B ودول عليهم C. ماشي، فتنزل ال A الأول على الناس دي، فيبقى بالتالي M أس A، بعد كده L أس سالب A، بعد كده T أس سالب A، بعد كده L أس B، بعد كده T أس سالب B، بعد كده L أس C. طيب تعالى نعملها هنا بقى في واحد بورد كده. احنا وصلنا ايه؟ ان الليفت هاند سايد كان ايه؟ ام ال يبقى نيجاتيف 2. الناحيه الثانيه وصلنا ان عندي ام ال تي، واحده بوزيتيف واثنين نيجاتيف. ماشي يا سيدي.
يبقى عندي ام ال تي، واحدة بوزيتيف A واتنين نيجاتيف A. ماشي. بعد كده عندي واحدة بوزيتيف وواحدة نيجاتيف والتالتة بوزيتيف. يبقى أنا عندي هنا ال أس بي دي أس سالب بي، بعد كده آخر حاجة ال أس سي. ماشي. طيب نبدأ نجمع الام دي. في حاجة تانية زيها؟ لا، يبقى حطها زي ما هي. ماشي. ام أس ال في حاجة تانية زيها؟ ده في 3، يبقى جمعهم لي كلهم. يبقى ال سالب A، بعد كده زائد B زائد C. بعد كده التي في حاجة تانية زيها؟ أنا عندي 2 سالب A وسالب B. كل ده بيساوي الناس دي. ماشي. بعدين امسك لي واحدة واحدة. ادي الام بص بتاعها 1 صح؟ هنعمل 3 معادلات دلوقتي. تعالى نمسك لي كده نص. اول حاجة تعالى الام الاس بتاعها 1. طب والناحية التانية الاس بتاعها يبقى الاي بيساوي 1. طيب بعد كده هنا تعالى هات لي السي الاول. سالب A سالب B بيساوي التي هنا اس كام؟ اس سالب 2. ماشي. طيب تعالى نعوض. انا جبت الاي ب1 صح؟ الاي ب1 يبقى سالب 2 بيساوي سالب 1 ماينس بي. انا عايز البي صح، اوديها هناك واجيب السالب 2 مكانها. طب ليه وديتها هناك؟ عشان هي بالسالب، فوديها هناك تبقى موجب. يبقى البي بتساوي السالب 2 هتيجي هنا بالموجب، يبقى 2 ناقص 1 يطلع ب1. بتعملها بشيفت سولف بالحاسبه. الحاسبه تقدر تحل المعادلات دي بسهوله. ماشي. طيب اخر حاجه انا عندي الواحد بيساوي سالب A زائد B زائد C. ده الباور بتاع ال ب1، وهنا الباور بتاع ال بالناس دي كلها. طيب انا كده جبت الاي والبي، عايز السي. جبت عايز السي كده صح كده؟ انا عايز السي. ماشي. يلا السي اجيبها ازاي؟ يلا نعوض. ادي 1 بيساوي سالب A ب1 يبقى سالب 1 زائد B ب1 برضه زائد سي. طيب سالب 1 هتروح مع الواحد يبقى السي بيساوي 1. ماشي. طيب بس كده. يبقى نروح نكتب بقى نعوض بالحاجات بتاعتنا. يبقى معايا اللي كان عندنا الاف المفروض كانت بتساوي الاف كانت بتساوي ايتا في ار، ودي كانت اس اي ودي اس بي واس سي. فلما تيجي تعوض الاي يبقى ايتا، والفي اس كام؟ الفي كانت اس بي، البي اللي هي بكام؟ ب1. هم كلهم واحد. تعال نراجع تاني بسرعه. مش مشكله تطلع واحد عندي، بس انا عايز اتاكد الام اس اي ب1 تمام صح. بعد كده ال A انا عندي اس تي وعندنا في ال A سالب A وسالب B تمام. بعد كده سالب A بسالب 1 ماشي. راحت B وجت هنا مكانها 2 ناقص 1 ب1 صح. بعد كده هنا سالب 1 راح مع الواحد يبقى سي 1 كلهم صح. يبقى خلاص في ار بس وخلاص. وفي ثابت هنا يتحط انا معرفوش زي ما قلنا. يبقى الاف بتساوي كده. دي المعادله بتاعت التراك فورس. ماشي. هو الدرس ده يعتبر ماس اكتر منه فيزيكس، وزي ما قلت لك هو تول بنستخدمها في الفيزيكس. هي نفسها نفسها كدرس كده هو مش فيزيكس. ما زدناش حاجه خبره في الحياه كتير، لكن هو بستخدمه في الفيزياء عشان اتاكد من اليونت. اشوف الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم، ان انا اجيب اليونت بتاعت اي كونستانت، ان انا اقدر اتشيك اي ريليشن اشوف دي خطا اذا كانت خطا او لا. وزي ما قلت لك لما تعمل تشيك هي بتقول لي المعادله دي غلط، هيك ما تقدرش تثبت انها صح. اللي بيثبت ان صح التجربه. ثالث حاجه انها ممكن تعمل درايف للريليشن بتاعت فورس، اي فيزيكال كوانتيتي تعمل ريليشن بينها وبين اي حاجات تانية من خلال الدايمنشنال فورمولا. ماشي. بس يا سيدي هي دي الفيزيكس. اشوفك على خير الحصه الجايه.